فعلا بقدر جدا اللي بيجيبه في ستيف، وبقدر الفتره اللي انا لسه مقضيها لغايه دلوقتي مع جميل في ستيف. ولكن انا قلت مؤتمر من ثلاث او كام يوم، كان في مؤتمر وقلت على الخطوات اللي المفروض تشرح للناس كلها، للراي العام وللجماهير بالذات. الجماهير بالذات انا ما بخاطبش الراي العام لاي اهداف اخرى، انا يهمني الجماهير. ويمكن النهارده انا فكرت اللحظه ان انا احيي الجماهير النهارده على اساس ان دي اخر المباراه الملعب يعني، لكن ما فيش جديد. لا هو مش عمليه اموال بس، يعني الاموال من النادي والمستقبل النادي ولتطوير النادي. في نفس الوقت زي ما انا بقول يمكن في اشياء على المدى البعيد واشياء كثيره خاصه بيا كحسام البدري انا شرحتها في المؤتمر. يعني تسمحوا لي عشان ما يبقى في تحفظ مني، عشان ما فيش اي كلمه تطلع. انا بقدر طبعا الجماهير زي ما انا بقول، وفي نفس الوقت الاداره هي اللي اتكلمت عن المشكله واتكلمت على طريقه حل المشكله مع الجهات السياديه. انا بعيد عنها خالص طبعا، هم الجهات السياديه لها كل الاحترام ولها كل التقدير ولها كل الخيارات والقرارات اللي هي تقررها، لكن دي حاجه بعيده عنها، دي حاجه ما بين المجلس والجهات السياديه. فانا ما عنديش جديد. ده سؤالي بكل احترام لنادي وفاء ستيف وكل الحب والاحترام. يعني خلينا صدق انا مفيش ارتباط بجد، ان احنا لازم اكون موضح، مفيش ارتباط باي حاجه. في انديه بتتصل، انت عارف اي مدرب لما بيبقى موجود على طول بتبقى في محاولات، في فرق بتتصل من المغرب، وكان في يعني اتصالات غير المغرب، وفي وكلاء بيتكلموا. لكن ما دام انا موجود في مكان بحترم المكان وما بتفقش مع اي جهه اخرى، وده الواقع والحقيقه. مفيش اي كلام في وكلاء بتتكلم وبتجتهد وبتحاول. بقفل الموضوع ده، لان طول ما انا موجود مع نادي بحترمه وبحترم ارتباطي. انا اتكلمت قبل كده كتير، وقلت انا اول ما اتعرض عليا الموضوع قبلت باسم وفاء ستيف ولم ادرس اي مشاكل موجوده، وده قلت ده خطا مني انا واعترفت انه خطا مني. لكن انا جيت على اسم وفاء ستيف زي ما انت بتقول، اسم كبير ونادي كبير، لكن هناك بعض الاشياء انا ما درستهاش. فممكن لما جيت انا اندهشت من الصعوبات اللي موجوده، وقررت بيني وبين انا يوم كامل وانا يعني قررت قلت هتحدى الفتره دي وهتحدى المواقف الصعبه دي، لكن مش المفروض ان انا اتحط فيها. طيب ليه؟ المشكله الماديه، اقول لك مشكله فنيه. اقول لحضرتك لا مش فنيه، يعني مشاكل كتير. انا يعني انا مش صغير في السن، وتعبت جدا في مشواري، وتعبت في طريقي ده اللي بنيته من تحت لتحت. يعني لو سردته تعبت جدا. فعشان احافظ عليه، وبالذات ان انا بقترب، لسه عندي سنوات في الملاعب وكده، لازم بقترب بالنهايه. خلينا نتكلم بواقعيه، فلازم احافظ على اسمي ولازم احافظ على حاجات. وغير كده مش بحافظ على اسمي بس، لازم تكون هناك عوامل نجاح، لان يعني مفيش غرور ولا حاجه، لكن هو ده اللي انا اتعودت عليه. بروح مكان احافظ عليه واضيف له بطولات او احافظ على البطولات بتاعته. دي مسيرتي مع كل الانديه اللي انا رحتها، سواء في مصر او خارج مصر. انا رحت السودان، المريخ ما كانش بياخد بطوله لمده 7 سنوات، جبت البطوله. رحت اهلي طرابلس، بس حصل احداث زي ما انتم عارفين، وصلته لدوري المجموعات في الاربع فرق المتاهله. فانا لازم يبقى عندي عوامل واحافظ عليها، لان هو ده الجو اللي انا بشتغل فيه، وهو ده الطريق اللي انا مشيته لازم احافظ عليه. فانا ما بعيبش في اي حد، ما بعيبش في اي حد. يمكن زي انا بوضح لحضرتك تاني، يمكن لما اتعرض عليا وفاء ستيف، نادي كبير، نادي محترم، اسم كبير جدا، وافقت وما درستش الحاجات. خطأ مني المره دي.